السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايبه لكم الوصفه القمر الكيوت ديت. حاجه تحفه بقى وخطيره، ويلا نبهر بقى العيله والضيوف والحبايب كلهم. وصفه سهله جدا، مكوناتها موجوده في كل بيت. يلا بينا على الطريقه والمقادير. دوت تلت كوبايه سكر، عليهم معلقتين كبار كاكاو. وهنستخدم بيضتين في الوصفه ديت، طبعا لازم الفانيليا. ودي معلقه بيكنج باودر كبيره، مش هرمية، ماشي. دولت بقى كوباية وتلت دقيق بالكوبايات المعيارية يعني. هنحط بقى البيكنج باودر على الدقيق مباشرة، وهننزل عليه بذرة الملح، وهنسيبهم بقى ايه على جنب. الوصفة دي في الخلاط، سهلة يعني ان شاء الله على الجميع. هننزل بقى بالبيضتين والفانيليا طبعا، والسكر ده كله هيتضرب مع بعضيه مرة واحدة. بمجرد بقى ما لونهم يفتح هننزل عليهم بالكاكاو. طبعًا الكاكاو لو منخول هيكون أفضل، ونفس الكلام على الدقيق لو منخول هيكون أفضل. هنضربهم برضه يعني في الخلاط، وبعد كده ننزل بقى بالدقيق شوية بشوية، نضمن إن هو إيه كله اختلط مع بعضيه. طبعًا مننساش الزيت، من 3 ل4 معالق زيت كبار. الوصفة دي هتكون تقيلة شوية، فإحنا ممكن نخففها بمثلًا ربع كوباية مَيّة. أنا عايزة القوام يوصل للدرجة دي. ولا هو خفيف زي الكيكة ولا هو تقيل زي البسكويت. في طاسة بقى سخنة، طاسة تيفال هنسخنها ونديها مسحة زيت، ونبدأ بقى ننزل بقطع الكيكة واحدة واحدة. بمجرد بقى ما تستوي هنقلبها على الوش التاني. طبعا الفقاقيع هي العلامة ان هي ايه كده استوت. ريحتها خطيرة وطرية وجميلة جدا. هكون بقى مسيحة شوكولاتة، دي شوكولاتة باللبن. هكون مسيحاها وحاطه لها معلقتين زيت كده عشان ايه يخففوها. بس هاعمل بقى كل المقدار ده هاغطسه في الشوكولاتة. هي لوحديها كده تتاكل. طعمها خطير قوي. بصي هي قريبة من نايتي، احنا بنجيبه كده من برا. شوفوا بقى شكلها بعد ما سقعت بقى في التلاجة. ودوت شوكولاتة اللي هي الدارك، حاطه لها خطوط كده ايه كتزيين يعني. طعمها خطير وشكلها تحفة. لازم لازم تجربوها، وبألف هنا وشفا.